انا تعبت منك يا ادم خلاص، وخلاص ما بقتش طايقاك. انت شبهه، روح اقعد عنده. ماما انا عايز سكيت. منين يا ادم؟ ما مش كل شويه افضل استلف من صحابي ومن قرايبي وبتاع. انا نفسي في واحد ليا العب بيه براحتي. طب وانا هجيب منين يا ادم؟ خلاص يا ماما مش لازم سكيت، كل اصحابي معاهم بلاي ستيشن ومعاهم سكيت ومعاهم كل حاجه. ما يا ادم انا شغلي على الانترنت ما بيجيبش فلوس، الحاجات اللي انت طالبها يا دوب على قد المصاريف. باباك بيدفع 1000 جنيه، انا هجيب منين كل اللي انت طالبه ده؟ طب خلاص دلوقتي انا عايزك تزوديني في المصروف. 10 جنيه ما بتكفينيش، ما بتجيبليش حاجه حلوه كويسه. امال اديكي كام يعني يا ادم؟ 20 او 30. لا كتير، انا ما اقدرش على كده. انا كل اصحابي كل يوم يا دي اصحابك يا دي اصحابك بيشتروا حاجه حلوه. صحابي ايه؟ انا ماليش، كل واحد ليه ظروفه يا ادم. ما كل واحد بيشتري حاجه حلوه كل يوم. ما انت بتاخد 10 جنيه بتشتري كل يوم. ما بتجيبش حاجه. 10 جنيه دلوقتي ما بتجيبش حاجه. انا زهقت منك ومن طلباتك الكتير اللي ما بتخلص. يوه هو ما فيش حاجه بتتنفذ لي ولا ايه؟ يوه انت قليل الادب. شبه ابوه، انا بكرهه انه شبه ابوه. استغفر الله العظيم يا رب. ماما خير؟ ايه تاني؟ انا فكرت في حاجه يعني تكون بسيطه وسهله. قولي البسيطه والسهله. ايه ده؟ انا عايز طقم جديد. عايز طقم جديد ليا عشان هدومي يسرت عليا وبقت وحشه، شكلها وحش قوي وموديل قديم. ادم في غيرك اقل منك وعايشين باقل من كده، احمد ربنا على اللي احنا فيه. طب ما دلوقتي لا، في ناس بيجيبوا حاجات حلوه وانا لا. ملناش دعوه باي حد، كل واحد بيعيش عيشته على قد ظروفه. ماما ماشي خلاص، حاجه اسهل. انا عايزك تشتركي لي في النادي. نادي؟ واجيب فلوسه منين النادي ده؟ عادي دي سهله يعني 350 جنيه. منين؟ اللي فيها ما بابا بيبعت لي مصروف وبيقول لي بيكفي كل حاجه. بيكفي 1000 جنيه بتكفي كل حاجه؟ أيوة. 1000 جنيه انت عايز سكيت، و1000 جنيه عايز نادي، وعايز مصروف يعلى، وعايز تلعب في تمرين في الكوره. كل ده انا اكفيه منين بال1000 جنيه اللي ابوك بيبعتها؟ عادي. طب انا دلوقتي عايز شوز كوره. عايز ايه؟ شوز كوره عشان احضر بيه التمرين. من الفلوس اللي بابا بيبعتها؟ ايوه دي كتير. كتير. طب انا هقول لك على حاجه. قال لي ان هي بتكفي الشهر كله. طيب قول لبابا ما تبعتش المصروف وهات لي انت بقى الحاجات دي واشترك لي في الحاجات دي. قال لي المصروف بيتبعت لمامتك ومامتك بتجيب لك كل حاجه. بدليل بص جايب لي ايه. جايب لك. انا تعبت منك يا ادم خلاص، وخلاص ما بقتش طايقاك. انت شبهه، روح اقعد عنده. بدل هو بيحقق لك كل امانيك روح اقعد عنده. انا حاجه هصرف اكتر من كده ايه؟ اللي بقدر عليه بعمله. انا بجد زهقت يا ادم، زهقت. قلت لك تتغدى؟ ماشي يا من. ايه ده؟ ده صوت عالي صح؟ دي اسماء. ده اسماء في ايه؟ تعالي تعالي هتزعق بس المره دي الموضوع زايد قوي. تعالي نشوف في ايه. تعالى نروح لها. انا زهقت من طلباتك اللي ما بتخلصش يا ادم. مش كده يعني كل حاجه طلبات طلبات. هو فيها ايه يعني؟ ما كل صحابي امهاتهم بتجيب لهم حاجات. الشيخ بقى انت شبه ابوك. وبعدين بابا بيديك فلوس كتير قوي. كتكباوي. ايه يا اسماء؟ في ايه يا اسماء؟ منا؟ في اسماء صوتكم عالي قوي. انا خلاص بصراحه تعبت منه. في ايه يا بنتي؟ في ايه صوتكم عالي جدا؟ كله طلبات 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 يا منى. عايز سكيت، عايز نادي، عايز لبس طب جديد. يا اسماء شويه. هو عيل بيطلع. انا تعبت. اجيب له منين كل ده؟ يقول لي بصي بابا جايب لي ايه؟ قال لي في المصروف اللي ببعته لك يكفيك وزياده. من يوم ما اتفقت معايا نور ال1000 جنيه ما زودهاش. هي لسه زي ما هي ال1000 زي ما هي. وانا رحت متصله بيه قلت له دلوقتي ال1000 جنيه ما بتكفيش. خش جوه يا ادم. خش جوه حبيبي. اتصلت بيه قلت له ال1000 جنيه ما بتكفيش زودها لي. قال لي احنا لما اتفقنا بالود واتفقت مع اخوكي نور بالود ال1000 جنيه عايزين تزودوها روحوا ارفعوا في المحكمه. بس يعني هو مش عاجبه القعده والود. بروح الولا برضه يا نور عيل هو نفس طباع ابوه نفس شكل ابوه. لما انا خلاص زهقت. الولا ذنبه ايه؟ انت هتطلعيه معقد كده. ملوش ذنب برضه يا اسماء. ماشي ده طفل. ابنك يا اسماء. طب وانا اعمل ايه؟ على قد ما بشتغل في البيت اونلاين عشان ما اسيبهوش بره، ما اسيبهوش وقاعد في البيت لوحده، واقدر ابقى معاه واذاكر له واشوف طلباته.
اعمل انا ايه اكتر من كده؟ يا اسماء انت غلطانه برضو يا اسماء، يعني انا موجود اهو يا اسماء، ما قلتليش ليه يا اسماء ان الدنيا ملخبطه معاكي؟ يا نور ما انا عارفه ظروفكم وعارفه أنا الدنيا بسمعك ماشيه انا ازاي. بسمعك بتزعقي، بس النهارده الموضوع زاد قوي، بتزعقي كتير. انا عارفه الدنيا بقت غاليه ومصاريفكم عامله ازاي. اشتراك له نور انت في النادي معلش زي مع عيال. ازاي المشكلة يعني يا مش في منى؟ النادي حرام. دلوقتي يا اسماء ويا منى ويا اسماء، المشكله دلوقتي في ازاي ان هم 1000 جنيه لحد دلوقتي. صعب الصراحه، صعب 1000 جنيه. يعني هو مش عاجبهم ان احنا مش نقول راضي ليه؟ يزودوا، قال لي مش عاجبكم ارفعوا في المحكمه. طيب انا هعمل باصلي برضو، اخر مره هروح لهم بالود زي ما احنا قعدنا بالود، وهشوف ايه ميته. لو ما جوش معايا بقى انا كده هتصرف ونروح نرفعوا قضيه ونشوفوا ما انا معيش حقوقنا. فلوس للقواضي يا مالكيش دعوه باي حاجه، انا هتولى كل حاجه. انت يا اسماء لو عوزتي حاجه خبطي عليا. ميلي علينا يا عيب يا أسماء. اسماء كده. ما انا عارفه انت الدنيا ماشيه ازاي وكل حاجه غلا. معيش هقول لك معيش، بس برضه الولد ما يقعدش كده بالمنظر ده تقعدي تعقدي الولد. بقت طلباته فوق الخيال. عيل بيبص، ما تخلوش يبص وانت طلعي قانون النهار. قولي له مش كل حاجه ما فيش، مره فيه مره ما فيش، مش كل حاجه لا. ما انا بقول له كده، بقول له في ناس عايشين اقل منك ما عندهمش اللي انت فيه. معلش هو بيبص هو مش فاهم برضه يا اسماء، هو مش العيل فاهم. بيبقى عايز كل حاجه. معلش يا اسماء ربنا يعينك، ربنا يعينك ويقويك. خدي يا اسماء خلي دول معاكي. يا نور انا معايا. انا عارف اسمعي بس الكلام خلي ده. دول معاكي، خلي دول معاكي، امسكي. تسلم يا اخويا، ربنا يخليك. يلا عوزتي حاجه انا هنزل بقى عشان هكلمك يا اسماء اقول لك عملت ايه. ماشي. ربنا يصلح الحال. انت يا اسماء صلي على النبي. ها ربنا يهدي الحال.